يا ادري. اخيرا خد الفلوس وخلع يا جماعه. ادري خد ال1000 جنيه وخلعه زي ما انتم شايفين. وطبعا عربيات الفراخ متوقع منها اي حاجه زي ما انتم عارفين. خد ال1000 جنيه وخلع بعد ما وقف ساعتين. بتقول لك اقف عند العربيه هنا يا ادري. اقف عند العربيه يا ادري. الكاميرات كلها جايباك يا ادري. يا ادري بقول لك بتقول لك انت مغلط في الحساب. يا ادري انت بتكلمني من خلف البتاع. لا يا ادري، ما تيجي هنا تكلمنا يا جدع. دخل جوه. ايوه يا ادري. لا انا بخاف اضيع دلوقتي يا جماعه عفره ايه؟ محمد ادري دي المليونير اللي احنا قلنا عليه والمسيط على مواقع التواصل الاجتماعي. ابراهيم هات ابوك وتعالى. يا ادري تعالى عشان تاخد الفلوس. يا جماعه ادري مستخبي. في فراخ على العربيه. ايه قد نزل لي قفصين. الفراخ بكام محملين بكام؟ 57. وابوك عايز يبيع بقية فراخكم بكام؟ ب60. قال لي ب60 ولو في عربية الوقت هاتها وانا احملها. يا ادري ماشي. ما انا حقك وهتاخده وليك حق تاخد ال1000 جنيه فعلا. ادري جاي لي يا جماعه عشان له 1000 جنيه عايزه. تعالى بس انا الوقت عايز اعرفهم بيك. ودي ويكا ده يا جماعه ابراهيم فاب. ودي ابراهيم ابن ادري يا جماعه. وده عربيه ادري يا جماعه زي ما انتم شايفين. جاي وعليها فراخ وواقف بقاله يجي ساعتين عشان 1000 جنيه. عشان تعرفوا الفلوس اللي بتروح من الدولة بتروح فين. الفراخ اهي على العربية متعبية وهو سايب الفراخ مش في دماغه تخس ما تخسش والجو حر ينفق منها ما ينفقش. المهم ان هو يروح بال1000 جنيه. وحلف لي طلاق 3 زي ما انتم شايفين. وجايب ابراهيم ابنه معاه. واحنا المرة اللي فاتت سيبنا ابراهيم كان رهينة عندنا وسيبناه. والله يا عم طول المصمم بتاعك. ايه دي؟ اطلع عم 1000 جنيه. انت ليك ايه بس؟ اللي انت هتطلع الحاجة كمان. طب اطلع يا حاج. بطلع ورا.